عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا باين كده من الطبق اللي انا ماسكاه النهارده ان الكلام على مشاوي. يعني حاجه كده في منتهى الخيال وحاجه كده يعني رهيبه. الطبق ده يا جماعه صدور فراخ، بس انا مش مستخدمه فراخ كامله، يعني بانيه. البانيه بالطريقه دي صحي وملهوش اي اضرار. انا كده جبت الصدور بتاعتي. أم، هما صدرين، قطعت كده الموز اللي تحت كده بسمك عريض لوحدها، وبعد كده قسمت الصدر اتنين، ولو في اي زيادات او اي دهون بشيلها عادي. وبعد كده عملت نفس اللي انا عملته في قلب الصدر التاني، برضو شلت الموز، حطيتها كده على جنب، وبعد كده قسمت الصدر اتنين. انا عايزاها يكون تخين، لازم أن يكون تخين، ما ينفعش يكون رفيع لان هيتحروق وهيبقى ناشف ومش هيبقى ليه اي طعم. طول ما هو سميك كده بيبقى بياخد طعم كده وبيبقى طري وبيبقى طعمه رهيب يا جماعة والله. انا معايا هنا كوبايتين زبادي، وبعد كده حطيت عليهم التوابل، ملح وفلفل اسمر وبابريكا ومرقة دجاج وشوية كمون وشوية كزبرة. وبعد كده حطيت عليهم معلقتين زيت، وحطيت عليهم عصرة ليمونة كاملة. وبعد كده حطيت عليهم معلقة صغيرة بس مليانة من هريسة الشطة، وحطيت عليهم معلقة صغيرة مليانة من معجون صلصة الطماطم أو الطماطم البيوريه. وبعد كده قلبت كل الخلطة دي كويس، وحطيت عليها بالظبط كده يعني ربع كوباية من اللبن، يعني مش كتير، زي ما انتوا شايفين كده مش كتير خالص. وقلبتها كويس جدا عشان الخلطة كلها ما تبقاش يعني ما يبقاش فيها مكلكعة ولا حاجة. وبعد كده شلت معلقتين على جنب، هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وبعد كده نزلت الفراخ بتاعتي عادي في قلب التتبيلة. احنا مش هنركنها ساعتين تلاتة ولا حاجة، ولا هنتأخرها يعني في التتبيلة. هو بس يعني على ما نجهز الرز، وبعد كده هناخدها نحطها في قلب الشواية عادي. انا مش هستخدم الفرن ولا هستخدم زيت ولا هستخدم طاسة ولا هستخدم اي حاجة، هو الشواية بس. وهتبقى طالعة طرية وهش وجوسي كده، ويعني ملهاش حل. معايا هنا نص كيلو من الرز البسمتي. انا حطيته كده في قلب بولة، وحطيت عليه كوبايتين من الرز عشان خاطر يتنقع. بعد كده هنا جبت حلة، حطيت فيها معلقتين زيت كبار، وحطيت فيها معلقة زبدة. وبعد كده نزلت عليهم ببصلاية عفوا ببصلاية متقطعة. وبعد كده قلبتها لحد ما بدأت تاخد لون شوية، وبعد كده نزلت عليهم بورقتين راولة وعود قرفة و... وقرن فلفل والبلحة دي. وبعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، عشان خاطر هي مش هتديها اي طعم ومش هتغير طعم الرز خالص يا جماعة، هي بس هتديها لون كده يعني. وبعد كده حطيت عليها الرز بعد ما غسلته كويس وصفيته، حطيته بقى في قلب الحلة. وبعد كده حطيت عليه معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، قالب دجاج، ونص معلقة من الكمون. وبعد كده قلبتهم كويس ونزلت عليهم بالمية. انا حطيت المية ضعف مقدار الرز لان الرز ده كان بيشرب مية، وزودت شوية مية كمان عليهم. وبعد كده غطيت الحلة وسبته لما يتشرب، ووطيت عليه النار جدا، وسبته بقى لما يستوي براحته. بعد كده هنا معايا شوية خضار، هنا طماطم وفلفل ألوان متقطع وفلفل أخضر وقرن فلفل وبصل، فيها بصلاية واحدة مش كتير. وبعد كده جبت صينية وحطيت عليها الشبكة بتاعة الفرن، وبدأت ان انا ارص الفراخ بتاعتي او الصدور بتاعتي. حطيت رصتها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده حطيت في النص كل الخضار اللي انا قطعته. رصيته كده بالشكل ده، عشوائي، بشكل عشوائي يعني مش اي حاجة
طبعا مش محتاجة اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي. وبعد ما رصيت بقى الفراخ والخضار هديها كده دهنة من التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها، وهحط كمان على الخضار بتاعي عشان خاطر كله يشرب كده من طعم التتبيلة. كانت مخليها طرية وكانت مستوية وما كانش ليها حل والله. بعد كده دخلتها تحت الشواية في الرف اللي فوق اللي هو قبل الشواية على طول، وعليت على أعلى درجة حرارة وكانت مستوية جدا والله. معايا هنا بقى يعني بقدونس وطماطم وبصل وفلفل واربع فصوص توم، حطيتهم في قلب الكبة عشان يتضربوا وهنعمل احلى سلطة تقوس. وبعد كده انا طلعت هنا الفراخ من تحت الشواية، شايفين كانت واخدة لون وكانت مستوية جدا. طبعا الصورة باينة ان هي مستوية يا جماعة، مش محتاجة ان انا اقول. بعد كده قلبتها على الوش التاني واديتها دهنة من التتبيلة اللي احنا شلناها، دهنتها كويس منها برضو. وبقيت يا جماعة طول ما هي تحت الشواية بقيت اطلع من تحت الشواية وادهن دهنة وبعد كده ادخلها تاني، بقيت اطلع ادهن دهنة. عملت كده حوالي 3-4 مرات. وبعد كده ادخلها برضو تحت الشواية في الرف الاول وعلى اعلى درجة حرارة. دي سلطة التقص اللي احنا عملناها في قلب الكبة، كان طعمها رهيب. لو في ناس مش بتحب نكهة البصل تبقى باينة ممكن ما تحطش فيها بصل. انا حطيت بقدونس وطماطم وفلفل وبصل وتوم 4 فصوص توم. هتعصروا عليها عصرة ليمون وحبة كمون على الوش كده وشوية ملح، هتبقى طعمها رهيب. وكده كانت الفراخ بتاعتي خلصت وطلعتها من تحت الشواية، وده كان شكلها النهائي. رهيبة يا جماعة والله ومستوية واخدة طعم الشوي بالظبط. بعد كده ولعت فحمية وحطيتها فيها من تحت وغطيتها شوية، وده كان شكلها النهائي. مش محتاجة اقول لكم، يعني الشكل بيتكلم اصلا. طرية والناس اللي مش بتحب البانيه واللي مش عايزة تعدي على 4 مراحل بيض وبقسماط ودقيق، دي اسهل طريقة للشوي صدور الفراخ يعني. وكانت طرية وملهاش حل كده. في طبق كده بقى شوفوا الرز كده معايا مفلفل ازاي. حطيت بقى البانيه والرز وعليهم شوية مشاوي كده، وممكن تعملوا جنبها شوية سلطة طحينة وسلطة تقوس كده يعني خيال. طبعا مش محتاجة اقول لكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا بقى سبسكرايب للقناة يعني عشان خاطر انا تعبت في الفيديو ده. وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة بإذن الله.